انا جاي اقول لك ان العلماء هيعبوا الشجر في ازايز. اللي قدامك ده الاختراع الرهيب ليكويد 3، وده دكتور ايفان حول الشجر لسائل. تعالى كده اوريك. دكتور ايفان عايش في صربيا، وصربيا تعتبر في المرتبه 28 في العالم في تلوث الهواء. ده غير كمان ان الغالبيه العظمى من سكانها بيعانوا من مشاكل صحيه بسبب التلوث. دكتور ايفان كان متضايق قوي ان هو مش عارف يعمل حاجه في موضوع التلوث ده، لحد ما قرر يخترع اختراعه. هوبا جات له فكره الفوتو بايو رياكتور، او زي ما سماه ليكويد 3، حوض متوسط فيه 600 لتر من الميه معاها مايكرو الجي. المايكرو الجي او الطحالب الدقيقه دي بتعيش في المياه العذبه، منتشره جدا في البرك والبحيرات اللي موجوده في صربيا. مميزات الطحالب دي بقى انها بتقدر تقاوم درجه حراره عاليه ودرجه حراره منخفضه، يعني جايه معاك في اي حاجه. طب اشمعنى ايفان استخدم الطحالب؟ خليني اقولك ان الطحالب دي عندها قدره قويه جدا على تحسين جوده الهواء. ده غير ان هي كمان بتحارب التغيرات المناخيه وبتقلل الاحتباس الحراري عن طريق ان هي بتعمل عمليه البناء الضوئي، بتقلل نسبه ثاني اكسيد الكربون اللي في الهواء وتطلع لنا اكسجين. هتقولي انت عايزه تقارني حوض صغير زي ده بشجره كبيره عملاقه؟ هقولك ان الاختراع بتاع ليكويد 3 بيحل محل شجرتين، وكفاءته اعلى من الشجر من 10 ل 50 مره. طب والله فكره حلوه جدا. احنا بعد كده نقطع كل الغابات ونحط مكانها احواض للطحالب، وكمان ما نزرعش شجر خالص. مش عشان عندنا اختراع اقوى شويه من الشجر ان احنا نقطع الشجر. خلي بالك الشجر قايم عليه ايكو سيستم تاني خالص غير ان انت بس بتتنفس منه. الطيور المهاجره، السناجب، التربه، يعني في حاجات كتير قوي لازم يبقى فيه شجر. بس ليكويد 3 مخصص بس للاماكن المزدحمه اللي ما ينفعش ان انت تعمل فيها شجر. ده غير كمان الليكويد 3 بيجي معاه شويه مميزات كده، في كرسي وشاحن للموبايل، وكمان لوح شمسي بيخلي الكرسي ينور بالليل. ده غير كمان ان الحوض مش محتاج صيانه دوريه واهتمام والجو ده، لا خالص. كل اللي عليك ان انت بعد شهر ونص بتروح تشيل جزء من الطحالب دي، لان الطحالب بتفضل تنمو الى ما لا نهايه. والطحالب اللي انت هتشيلها من الحوض دي بتستخدم كسماد للتربه. يعني الاختراع متكامل. قول لي بقى في الكومنتات ايه اغرب اختراع انت شفته، واعمل لايك وفولو وشير، وهستنى الكومنت بتاعك.